الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في مواقف قرآنية، والذي نعيش فيه مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى سابقا. في لقائنا الماضي حدثنا فضيلته عن الأدلة الكثيرة والعظيمة والهامة جدا التي ساقها القرآن الكريم تدليلا على اليوم الآخر أو على يوم القيامة. وفي هذا اللقاء إن شاء الله بعد ترحيبنا بفضيلته يحدثنا عن بعض المشاهد التي حدثنا عنها القرآن والمتعلقة بيوم القيامة. ربما يحدثنا فضيلته عن ما يسبق القيامة ثم مشاهد في داخل القيامة. أرحب أولا بفضيلة الدكتور، أهلا بفضيلتك. حياك الله، يا مرحبا. سعداء أولا جدا بوجودك معنا، بارك الله فيك، وربنا يبارك لك إن شاء الله وينفعنا وينفع المسلمين بعلمك. حدثتنا فضيلتك في اللقاء الماضي عن الأدلة، واليوم إن شاء الله نريد أن نتحدث عن بعض المشاهد. هل فضيلة الدكتور في البداية نعتبر علامات القيامة الصغرى أو الكبرى مرتبطة مشاهد القيامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القضية أولا أن احنا نتكلم في برنامج عنوانه مواقف قرآنية. جميل. فنحن مرتبطون بمواقف القرآن، ونأتي أحيانا ببعض الأحاديث التي وردت في السنة للشرح والبيان. لكن نحن نحاول أن نقف على معاني القرآن الكريم حسب عنوان البرنامج الذي نمثله. وبالتالي فهناك أشراط للساعة كما قال ربنا: فقد جاء أشراطها، أشراط صغرى وأشراط كبرى. وقد جاءت في السنن بالتفاصيل في السنن الصحيحة، مثل الدجال ونزول عيسى ابن مريم وقتل الدجال والدخان ويأجوج ومأجوج وأشياء كثيرة والدبة. في القرآن الكريم ذكر بعض هذه الأشراط الكبرى. ومعنى أشراط الكبرى يعني أنها حقائق تقع فتصبح الساعة وشيكة جدا. كما جاء في الأثر: تصبح الساعة كالحامل المتم، لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها في أي لحظة. ومن هنا تصبح الأرض مهيئة للقيامة. وقبلها يقبض المؤمنون جميعا ولا يبقى إلا شرار الخلق ولكع وابن لكع وعليهم تقوم الساعة. أشياء كثيرة. لكن في القرآن الكريم ذكر أشياء بالنص وأشياء بالإشارة. منها الدابة، من علامات الكبرى أن تخرج دابة من الأرض في وقت الناس كلهم تقريبا ينكرون القيامة ويشككون فيها ويجعلون أمر القيامة ما هي إلا ضرب من الأوهام يقنع الناس والبشر بهذا الجهل. فتخرج دابة من الأرض، سورة النمل الآية: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون إلى آخر الآيات. فيصبح الناس على وشك أن تفاجئهم القيامة. هنا جاء القرآن بأمر خطير، وهو تسمية القيامة بالساعة. الساعة ليس اسما ليوم القيامة كله أو للآخرة. الساعة المراد بها هي لحظة انفجار الكون وبداية القيامة. هذه اللحظة لحظة سريعة في غاية السرعة، ولذلك ما يذكر القرآن اسم الساعة إلا في هذا. لا يعلم هذه اللحظة التي ينفجر فيها الكون وتنتهي بها الدار الدنيا وتبدأ سلسلة كبيرة من التحولات في الدار الآخرة. هذه اللحظة لا يعلمها إلا الله، وهي يعبر عنها في القرآن بالساعة.
الساعة هي لحظة انفجار الكون. نعم. ولذلك لا يعلمها ملك مقرب، نعم. ولا نبي مرسل، ولا أحد في السماوات والأرض إلا الله. نعم. يقول الله تعالى عنها: وما أمر الساعة إلا كلام ليس أمر القيامة. القيامة لها مقدمات تدل عليها. نعم. اليوم الآخر له مقدمات، علامات الكبرى. إنما الساعة لحظة انفجار الكون وتغيره وتبدله، هذه في علم الله لا يعلمها إلا الله ولا يملكها إلا الله. نعم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يسألونك عن الساعة، التفتوا، ليس القيامة. القيامة قلنا لها علامات كبرى جاء أشراطها، أو علامات صغرى جاءت الآن، أو علامات كبرى ستأتي حين يبعث ملك اليهود الدجال، وحينما يأتي المسيح فيقتله، وحينما تخرج يأجوج ومأجوج، وحين تخرج الدابة تكلم هذه العلامات الكبرى. ينفجر الكون بعدها ويتغير ويتبدل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هنا هذه اللحظة الانفجار لا يعلمها إلا الله. ذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله لا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. يسألونك يا محمد عن الساعة بالذات، عن لحظة انفجار الكون، كأنك حفي، كأنك لا تعلم عنها شيئا على الإطلاق. وهذا صحيح. نعم. لأن لما جاء سيدنا جبريل وهو الروح الأمين الذي علمه الله وأرسله بالسفارة إلى الرسل، لما جاء في سورة إنسان في حديث الصحيحين، لما جاء في سورة إنسان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال